اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله كيكة الشوكولاتة. تعالوا نشوفوا مع بعض عملناها ازاي. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا. عندي معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كوباية الا ربع من الكاكاو الخام، كوباية لبن، كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية سكر، وعندي بيضتين. أول حاجة هعملها هحط الاول رشه ملح على الدقيق، عندي كوبايه ونص من الدقيق، وهنحط عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنقلب الخليط الجاف ده كله مع بعضه، وهنركنه على جنب. طبعا الدقيق انا نخلاه قبل ما اعمله. عند الخطوه اللي بعد كده هاخد البيضتين هحطهم في الخلاط، كل ده هنضربه في الخلاط. وعندي فانيليا سايله هنحط منها شويه، وهنحط معلقه الخل عشان طبعا الخل بيضيع اي زفاره، وهنحط السكر، كوبايه السكر وكوبايه الزيت، وهنضيف اللبن، وهنحط كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، وهنضرب كل ده في الخلاط لمده دقيقتين، وهرجع لكم تاني. بعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط هننزل بيها واحده واحده على الدقيق، ونقلب بالراحه كده واحده واحده بالشكل ده لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. كده بالشكل ده، وتقلبي بالراحه واحده واحده. وتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180. بعد ما نخلصها هنحطها على الشبكه في النص، وبعد ما تطلع من الفرن وتبرد هنزينها معاكم. هي كده قوامها كده بالنسبه لي جميل جدا. عندي الصينيه بتاعتي هنا جاهزه، دهناها من الزيت وعاملاها بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده جاهزه معانا، هنحطها بقى في الفرن، وهعمل معاكم صوص الشوكولاته. هنعمل صوص الشوكولاته. هننزل باللبن الاول، وبعدين هنحط نص كوبايه من السكر، وهننزل بالكاكاو الخام بكوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، وهنحط طبعا شويه من الفانيليا عشان بتدي ريحه حلوه قوي برده للصوص بتاع الشوكولاته. والزيت ده هنحطه اخر حاجه. هنقلبهم مع بعض كده بالراحه، وهنرفعهم على النار. اول ما القوام يتقل معايا هشيله واحطه في التلاجة. كده الصوص بتاعنا ابتدى يتقل معانا بعد ما حطيته على النار زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى ننزل بالزيت واحده واحده. اخر حاجه الزيت عشان بيدي لون ولمعان حلو قوي للصوص بتاع الشوكولاته. عايزه تستبدليه بزبده مفيش مشكله. هو كده جاهز معانا ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده. القوام بتاعه بقى حلو قوي. هنسيبه يبرد ونحطه في التلاجة. الكيكه بتاعتي خلاص كده استوت معايا. اول ما تلاقيها مفتحه من فوق كده تعرفي ان مقاديرها مظبوطه. وكمان هنجربها بخله كده، طالما الخله طلعت نظيفه يبقى هي كده 100 100 معانا. هنعمل ايه بقى؟ انا هقسمها بالنص، وهحط فيها طبقه من الصوص الشوكولاته اللي انا عملته. هي كيكايه بس انا بقى ايه هدلعها شويه. هحط جزء من صوص الشوكولاته، والباقي هحطه على وش الكيك.
بعد ما حطيت شويه من الصوص بتاع الشوكولاته، رجعت بقى النصين على بعض، وهنبتدي نحط بقيه الصوص على الوش، على وش الكيكه من فوق، وهنفرده كده بالراحه بالشكل ده. وهنزينها بقى بالاشكال اللي احنا عايزينها. انا عندي مجموعه كميه كده من الشوكولاته، هزينها كده بطريقه حلوه يا رب تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزين كده بقى وهخلصها وهوريكم بقى في الاخر شكلها النهائي عامل ازاي. احنا عملنا من الكيكه شوكولاته. وبكده يا حبايبي بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشكركم جدا على المتابعه، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.